كهربا اخد حقه من المذيع مهيب عبد الهادي، وده لما منع امام عاشور من التسجيل واجراء حوار معاه. يا ترى ليه الفولت العالي عمل كده؟ وهل في خناقه بين كهربا ومهيب؟ واداره الاهلي عملت ايه بعد اللي حصل ده؟ خليكم معانا. بعد فوز الاهلي على الزمالك في نهائي كاس مصر اللي اقيمت في السعوديه، كان في تسابق بين المذيعين والمراسلين عشان يعملوا لقاءات صحفيه مع اللاعبين، خاصه امام عاشور اللي كان رجل المباراه وخد 50,000 دولار. لكن المفاجاه اللي حصلت وادهشت كل اللي شافها ان في خناقه كلاميه حصلت بين امام عاشور ومحمود كهربا مع الاعلامي مهيب عبد الهادي على هامش احتفالات اللاعبين بالتتويج بكاس مصر على حساب الزمالك خلال اللقاء اللي اقيم بملعب الاول بارك. المشاده الكلاميه كان موجود فيها محمد الشناوي، وامام راح مع مهيب عشان يسجل، لكن كهربا منعه بالقوه، وده احرج مهيب عبد الهادي. بعد جمهور ما هتف لكهربا على اللي عمله مع امام، وبعد الدنيا ما هديت راح سجل كهربا وهو وامام، وظهر معاهم كمان مارسيل كولر المدير الفني للاهلي. مصادر صحفيه اكدت ان سبب الخناقه هو ان مهيب عبد الهادي هاجم امام عاشور في برنامجه اكتر من مره، وفي ناس قالت ان مهيب زملكاوي وسرب تشكيل الاهلي قدام الزمالك اكتر من مره. والتقطت عدسات المصورين محمود كهربا وهو بيمنع زميله امام عاشور من الكلام مع مهيب عبد الهادي خوفا من وقوع اللاعب في ازمات، خاصه وان الاعلامي كان سبق وهاجم نجم الاهلي في برنامجه المذاع عبر قناه MBC اكتر من مره. امام عاشور اكد خلال تصريحاته التلفزيونيه على قناه اون تايم سبورت ان في اعلاميين بيهاجموه كتير، وده كان يقصد ان مهيب عبد الهادي واحد منهم. وكان في ازمه في الوقت الحالي بين كهربا ومهيب عبد الهادي بعد كلام المذيع دخول نجم الاهلي في مشاده كلاميه مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعه الحمراء بسبب استبعاده من المباريات. ورغم ان في البعض قال ان اداره الاهلي ممكن تاخد عقوبات ضد امام عاشور ومحمود كهربا، لكن في تقارير صحفيه نقلت عن خالد بيبو مدير الكره بالنادي الاهلي ان مفيش اي عقوبات على الثنائي بسبب الواقعه اللي حصلت دي. امام عاشور كان حصل على جائزه رجل مباراه الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر 2023، واللي توج بيها المارد الاحمر للمره 39 في تاريخه على حساب الزمالك بعد فوزه بنتيجه هدفين دون رد. وسجل امام عاشور الهدف الاول لصالح النادي الاهلي في الدقيقه 85، وده بعد عرضيه من جهه اليمين من محمد قفشه استلمها عاشور بتسديده بقدمه اليمين سكنت شباك محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك. وجاء هدف النادي الاهلي الثاني عن طريق محمد قفشه في الدقيقه 94 بعد تسديده ارضيه على يسار الحارس محمد عواد سكنت شباك الزمالك عشان يرجع الفارس الابيض من الرياض للقاهره متكبدا خساره الكاس. وبكده يعتبر النادي الاهلي اكثر الانديه فوزا بلقب كاس مصر برصيد 39 بطوله، ويليه في المركز الثاني الزمالك ب 28 لقب. وكان المارد الاحمر فاز بالنسخه اللي فاتت بلقب الكاس على حساب بيراميدز بنتيجه هدفين مقابل هدف. وخلص الماتش في الفتره الصغيره اللي لعبها، عكس امام عاشور اللي لعب 80 دقيقه كامله ما عملش فيها اي حاجه، لا بص صح ولا تسديده على الجول، ودايما كان عشوائي في الملعب زي بقيه اللعيبه. لكن قفشه رد على الكلام ده وكتب على حسابه على انستجرام: الكوره لعبه اصلها الاجواء، في طلوع وفيها نزول وفي حاجات كتيره بتتغير وبسرعه، ما فيهاش ثوابت الا حاجه واحده بس، النادي الاهلي انه يكسب ده الطبيعي، اي لاعب لازم يفهم كده. في الاوقات الحلوه اكيد انت شاري النادي، في الاوقات الصعبه تفضل دايما شاري، وفي كل الاحوال الحمد لله انا شاري وراضي، بكون مستعد دايما وجاهز على طول، اول ما وقت يجي اضرب في المليان. الحمد لله على البطوله ال 14 مليون، مبروك للنادي الاهلي وجمهوره العظيم. الحاجه الوحيده اللي عمرها ما تتغير انه ملايين وراه، الحمد لله.